ممكن يا جماعه بعد اذنكم لما تيجي تدخل حياه حد جديد، يا تدخل فيها وانت ناوي خير يا ما تخشش. يعني دلوقتي بقينا في مرحله ان انا بتعرف على حد هو داخل حياتي جديد، بيقول لي والله العظيم بص يا معلم انا عندي مشكله كده كبيره ان انا يعني عصبي جدا، فممكن ساعات لو زعقت لك ما تزعلش مني. لا هزعل، لا لو عكيت هزعل حضرتك. الجديد بقى ان حد يدخل حياتك يقول لك والله انا عندي مشكله الجوستنج، انا بجوست. يعني انا ببقى في حياتك حد بيرمننت وحد مهم وحد موجود ومؤثر، بس فجاه بكتئب فبختفي. تأقلم. لا مش هتأقلم. ما انت ما تجيش تاخد من وقتي ومن مجهودي ومن طاقتي وتبقى جزء من حياتي سواء ولد او بنت وتقول لي اصل انا بجوست والله بقى تأقلم. لا مش هتأقلم. حضرتك ناوي تجوست غور من اولها. بص انا بقسم الناس دايما لنقطتين. النقطه الاولى صحاب، والنقطه الثانيه معارف. لو انت هتبقى صاحبي خليك بني ادم سوي. ابوسها. هتبقى بقى من المعارف على راسي. خلاص انت جوست يا عم ان شاء الله تولع. مش اقول لك حاجه يعني عامل اولع تعالى لي كده والنار ولعه فيك عادي. معارف هناخدك نقعد في كافيه نشرب حاجه ونروح كل واحد